اهلا بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. وزي ما عودناكم دايما بنجيب لكم اصل وتفاصيل كل الحكاوي والموضوعات اللي تهمكم. مهرجان القاهرة السينمائي دايما بيثير الجدل كل سنة اكتر من اللي قبلها، وده بسبب اطلالات الفنانات اللي بتكون غير موفقة، واللي دايما الفساتين اللي بيلبسوها ما بتكونش ابدا على هوا الجمهور، لانها بتكون ما بتناسبش ابدا أخلاقيات ولا ذوق الشعب المصري. وكان على رأس الفنانات اللي دايما بتثير الجدل الفنانة رانيا يوسف وغيرها كتير، اللي كانوا بيلبسوا فساتين مكشوفة بشكل مبالغ فيه. وده اللي خلى الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يصدر قرار يقنن فيه الموضوع ده، وده من خلال حاجة اسمها الدريس كود، واللي عمل ليه ضوابط ان كل اللي يحضر المهرجان سواء رجل أو امرأة إن هم يلتزموا بالقواعد دي، يجوا ببدلة رسمية أو فستان رسمي يكون أنيق ومحافظ على الاحتشام بتاعه، وده عشان الضيوف الأجانب وعشان قيمة المهرجان ما تروحش بالإشاعات اللي بتطلع عليه. بس للأسف برضو في فنانات وفنانين ما سمعوش كلام حسين فهمي وضربوا بكل القواعد اللي قالها عرض الحائط، وجم بفساتين مفتوحة أزيد من كل سنة. طب مين الفنانات دول؟ ده اللي هتعرفوه معانا في الفيديو النهاردة، بس الأول ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بالرغم من قرار حسين فهمي ومحاولته ان هو يمنع الفساتين المكشوفة، الا ان برضو في فنانات ما التزمتش بالقرار ده وجم بفساتين ملفتة للنظر بشكل كبير جدا واثاروا الجدل. وعلى رأس الفنانات دول الفنانة الصاعدة هبة السيسي، واللي ناس كتير اصلا ما كانتش تعرف هي مين، بس فستانها لفت الانظار بشكل كبير، وده لانه كان شفاف ومبين كل تفاصيل جسمها، وده اللي دفع الناس كلها تتساءل عنها وعن اسمها وازاي هي قدرت تدخل المهرجان رغم مخالفتها للقواعد. ده غير الفنانة اللبنانية دومينيك، واللي برضو ما سمعتش كلام حسين فهمي وظهرت بإطلالة جريئة جدا على السجادة الحمراء، وكانت لابسة فستان أحمر وعريان جدا من الظهر وفي فتحة كبيرة من الجنب. ده غير الفنان أحمد الفيشاوي اللي خالف برضو قواعد الدريس كود وارتدى بدلة بلون بينك وربطة عنق وكوتشي. أما بقى على الفنانين التانيين اللي برضو ضربوا بالدريس كود عرض الحائط، فهي الفنانة جورجينا طواف والفنانة هدى الأتربي. والفنانة جورجينا بشكل خاص لفتت الانتباه بشكل كبير جدا، وده لأنها كانت لابسة فستان أسود مكشوف من كل اتجاه وقصير وشفاف، وده اللي أثار غضب الناس كلها، واللي قالوا إن بالرغم من محاولة حسين فهمي إنه يعدل أخطاء المهرجانات اللي فاتت إلا إن الفنانات برضه ما التزمتش. ياريت تشاركونا بآرائكم وتقولوا لنا إيه رأيكم في إطلالات الفنانات دول، وهل إن العري ده حرية شخصية ولا هم فعلا المفروض يحترموا قواعد المهرجان. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.